ملاحظة: هذا الفيديو فقط للتسلية، ليس له أي صلة بالسياسة أو الدين. كل الاحترام لكل الدول العربية. أنا دارك، معروف بالدول العربية، ولأني معروف هعمل معروف. أكيد أنا وأنت والكل يحلم بأنه يغير شكل العلم حق دولته. على سبيل المثال، أكيد هسه في بنت قاعد تتابعني وتحلم إنه يكون علم دولتها لونه وردي وبيه زهرة بالنص. تخيل دولة سيادة وأمة ومدام بعد لون علمها وردي. بس لا تقلق يا داركية، لأنه دارك راح يحقق حلمك وحلمك وحلمكم كلكم، راح يحقق جميع أحلامكم ونغير أشكال وأعلام الدول العربية. بس قبل لا نبدأ، إيش رأيكم نيويورك ولا لاس فيغاس؟ Let's go. خلونا نبدأ بدولة محبوبة عند العرب ومعروفة بخفة دم شعبها، وأنا أتكلم عن الكويت. Hey, what's up, homie? What's going on here? I want to say, alhamdulillah, mutla brigado. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think لو تلاحظوا ان العالم اصبح 3D او تحسه من عالم اخر، والكويت فعلا من عالم اخر جدا فاخر. اللي بعده بالمناسبة، لو تلاحظون في وراي علم المغرب وعلم سلطنة عمان. علم المغرب لأنه علم سلطنة عمان لأنه. والآن مع الدولة التالية اللي هي المملكة حسب بقول سعودية صح؟ لا، المملكة الأردنية الهاشمية. الأردن أصبحت قريبة من الكويت، يعني بس الشكل الهندسي يختلف، وأيضا في نجمة، والأردن فعلا نجمة. عرفت شلون؟ جوردن. اللي بعده والآن مع قطر، فخر العرب. سميت فخر العرب نسبة لاستضافتها كأس العالم قطر، واللي خلى جميع الدول الأجنبية ينظرون للعرب بنظرة سويت. You know what I'm saying؟ أحكي إنجليزي لأنه ممكن يكون في واحد قاعد يتابعني أجنبي من أيام كأس العالم قطر. قطر هي الوحيدة اللي لون علمها عنابي، لذلك حبيت اني اخلي العلم كله باللون العنابي، وايضا حطيت شعار من قطر اللي هو الشجر والسفينة والسيفين والى ذلك. اللي بعده والآن إجا دور أكيد عرفتوا مين عم بقصد من الصوت. اي نعم، أنا أتكلم عن سوريا. ولأن سوريا بيها شعبين من قسمين، شعب بده يكون العلم تبعهم هيك، والشعب الثاني بده يكون العلم تبعهم هيك. ولأنه أنا بحب العرب هيك وبدي يجمعهم هيك، فراح سوي ميكس العلمين وبعملهم هيك. والآن مع سوريا. الشعب السوري يكتب لي رايه، شو رايه بالتعليقات، وبنفس الوقت لانه هيك بنكون جمعنا جميع الاطراف. واللي بعده في عرايس كتير بالعالم، بس تفهموني غلط، عرايس يعني عروسه، عرفتوا كيف؟ المهم، في عرايس كتير بالعالم، بس انا بحب عروسه واحده بس، واللي هي عروسه الشام، لبنان. لبنان كذا احلى بصراحه باللون الاخضر، بحكم انه في شجره بالعالم، وفي نفس الوقت زي ما بيقولوا اللبنانيين سالوا رايقه معي لدرجه اني بدي لكم هي الكلمه. اللي بعده واللون الاخضر الرايق ما بنقدر نذكره بدون ما نذكر العملاق الاخضر. اكيد تحسبني مره ثانيه بتكلم عن السعوديه، وبرضه غلط. اني اتكلم عن عملاق افريقيا، عملاق العرب، الجزائر. زي ما تشوفوا حطيت دول شمال افريقيا زي تونس وليبيا وموريتانيا والجزائر والمغرب، وبكذا يكون فعلا علم المغرب هو الاب الروحي لدول شمال افريقيا، لان المغرب هي اكبر دوله مساحه عند العرب. اللي بعده اللي يسأل ليش السودان ومصر مو موجودين من ضمن دول افريقيا، فحاب اقول لك لا يا قلب، لك شفت البخت أهم وعذاب. وعطاري السودان الليله بالليل نمشي شارع النيل، فهذا هو شكل علمهم الجديد. يزول العلم ده عجبني شديد، علم للدين يا مان. واذا في سوداني ما عجبه العلم يكلم صاحبي علي السوداني من مقطع ابيض واسود اللي فات، وعلي هو راح يعرف كيف راح يتصرف معاكم. والآن مع الدولة الهادئة والكيوت اللي ما نسمع عنها إلا في ترندات التيك توك، اللي موجودة صورته وراي، سلطنة عمان. علم سلطنة عمان صار أشبه بعلم قطر، بس اللي يختلف اللون والشعار. وبصراحة أنا عن نفسي كنت أتمنى إنه جميع أعلام الدول العربية تكون بهذا الموضوع، إنه يكون كل العلم لون واحد ويكون بس شعار الدولة في النص. على العموم هذه بوسة لعمان، ولا تنسوا إني راح أجيكم، والله العظيم أنا أريد أجي. قبل أن ننتقل لليبيا، فحاب أخبركم إنه تشتركوا في هذه القناة لتكون أكبر قناة مختصة في العالم العربي. ويلا بينا على ليبيا. التغيير الوحيد اللي حصل بليبيا اني غيرت اللون الاحمر الى اللون الاخضر، ولكن بكل الاحوال ليبيا حلوه. قسم بالله اني احب ليبيا لدرجه زي حب البرتقال للموز، يعني البرتقال يحتوي على فيتامين سي، يعني السلام عليكم، والموز يحتوي على فيتامين جي، يعني جيران. وانا الحين قاعد اسلم على جاري من ليبيا واقول له السلام عليكم. وعليكم السلام يا جاري. والآن مع محطمة الأرقام القياسية، الدولة العالمية، الدولة العربية، الإمارات العربية.
المتحدة. ادعج خدلك ومدمر. حطيت الاحمر على جوانب الامارات لانه هو اللون الطاغي في العلم الاصلي. كنت اريد اسوي انه تكون كلها لون احمر واحط الشعار في النص زي عمان، ولكن حسيت انه ايش ما راح يصير فرق بيناتهم. وبالمناسبه انا حاليا اسكن في الامارات في دبي تحديدا، فاللي حاب يجي ياخذ معي صوره عادي خليه ياخذ صوره بس ب5 دراهم وجزاكم الله خير. واللي بعده اشم ريحة عروبة وسعادة، إنها يمن العروبة. بس هي مو سعيدة زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، لذلك نحن راح نملي الفراغ اللي موجود في علم اليمن ونحط حرف العين. اللون الازرق على اليمن ينطي طاقة إيجابية زي لون المحيط، لون السماء، كذا أشياء هذه، عرفت شلون؟ وبحكم أن لقب اليمن هو العروبة فحطيت حرف العين في نص العلم، وحبيت أقول لليمن أحبك واللي يحب بلوى. اللي بعده الآن مع تونس الحمراء، تونس الصفراء، تونس الخضراء، كل ألوان تونس تبقى حلوة. تونس صارت الآن مثل موريتانيا تقريبا من ناحية الهلال المقلوب، ولكن بشكل عام علم تونس ما تغير، عرفت شلون؟ لكن سويت كذا بس عشان يصير فرق بين علم تونس وبين علم تركيا، لانه كثير ناس قاعد تجمع بين الاثنين. تركيا بالميورم. اللي بعده والآن مع الدولة اللي هي برضو وراي واللي هي المغرب. يا جابرييلو، يا جابرييلو، ما عادش يحترمونا كميسي بالزاف وناكل الألف والياء بالتاء. طيب بخصوص المغرب راح تلاحظ انه ما في فرق. حتقول ايش سويت؟ بس غيرت اللون للاسود. لا يا حبيبي، النجمة هذه تشبه اللي في بالك. ايوه، لكن هذه النجمة سويتها كذا شوي كأنه 3D او شيء، والله تشبه بسيط صراحة اللي بسبونج بوب. ولكن مهما كان هي افضل من هذه النجمة، لانه تعرفون هاي النجمة. ايوه، ما نريد نتكلم وخلونا نكمل الحلقة. في مثل مصري قديم يقول اللي بيعك بالفول بيعه بالقشرة، وعشان كده انا حطيت القشرة بتاعتي على مصر اليوم في العالم. اسمع مني. زي ما انتم شايفين يا الشعب المصري ان انا شلت النسر اللي كان موجود وغيرت اللون كله الى اسود، وحطيت اهرامات اللي هو بيميز اصلا دولة مصر. 3 اهرامات على شكل 3D في نص العلم. وبمناسبة الهرم احنا هنمسك كريستيانو ونحطه على هرم مصر ويصيح سي. انتوا عارفين كريستيانو بيصيح سي على اي حاجة، فيمكن لو حطيناه على هرم هيصيح اخر سي في حياته. اللي بعده يا اسطى. والان مع فلسطين، وركزوا معي كثير لانه فلسطين غيرت بيها كمية اشياء مش طبيعية. اي نعم، فلسطين ما تغير شيء، لانه فلسطين هي الدولة الوحيدة اللي تستحق ان يكون فيها هذه الالوان اللي موجودة في علمها، لذلك ما راح يتم تغييره، راح يبقى زي ما هو. ولا تنسون دعواتكم لاهلنا في فلسطين. لما كنا صغار ونسمع عن دولة البحرين كنا نحسب ان هي فيها بحرين، يعني تفهموني؟ يعني اكيد لما كنا صغار كنا نحسب انه هل اسم هذه الدولة لانه فيها بحرين، يعني قاعد تفهمني اكيد. فعشان كذا راح احقق الحلم واغير العلم واسوي فيه فعلا بحرين. اي نعم، حققت حلمك وسويت البحرين في اتجاهين عشان يكون فعلا بحرين. مثل ما تلاحظون ان الشعار اللي مزقزق كذا من علم البحرين هو بمثابة الامواج، واللون الابيض بالجوانب هو البحر. لا تشكروني يا شعب البحرين، قمت بواجبي. اللي بعده والان مع ابو الدنيا العراق. سمي العراق بابو الدنيا نسبة لانه هو اقدم دولة بالعالم، ومصر سميت بام الدنيا لانه ثاني اقدم دولة بالعالم. لكن واحد يتكلم جد، حضارة مصر هي اعظم حضارة واعظم من حضارة العراق السومرية والبابلية والاشورية والى اخره. هو انت متخيل يعني انه واحد يبني هرم بهالحجم بدون ما يكون عنده اي معدات حديثة؟ عشان لا ندخل بالمواضيع، مواضيع الحضارات ممكن اجهزها مقطع قريبا ان شاء الله عن حضارات الدول العربية. لو تريدون اتكلم عن هذا الموضوع اكتبوا لنا اياه في التعليقات. يجي احس فخم ما ادري ليش، يعني العراق العظيم لك روح فدوى العراق اني اغاتي شكو ماكو. اللي بعده والان مع الاب الروحي للاسلام والاب الروحي للعرب، انا اتكلم عن المملكة. تحسب بقول السعودية صح؟ اي صح، المرة صح، السعودية. انها المملكة العربية السعودية. من يخاوينا نعز من يعادينا. وبس والله. بس الاخضر صار اسود. بس برضه صار فخم زي العراق وزي مصر. يا اخي احس ماتشي. والى هنا وصل. قاعد يأذن. الحمد لله ان خلصت الحلقه اثناء الاذان عشان اروح الحق اصلي. لذلك والى هنا حاب انوه ان كل اللي شفتوه بالفيديو هو فقط للمتعه. نحن اكيد نحب اعلامنا واشكالها والوانها، ولا تنسون تحطونا لايك للفيديو وتكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بالاعلام الجديده اللي انا صنعتها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي ندهني قال لي الظلم راح، ورجعوا عالشوارع يلعبوا ولاد صغار. انت على بالي مساء وصباح، وعدي لك نبقى ونمحي لك الجراح. وطني حبيبي وحبيبي وطني قدام المقام.
بابك ما بينحني، العذاب رح يقطع وشمسك رح تسطع، ورح ترجع يا بلدي وعلى بلدي رح نرجع.